أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. بس قبل ما نبدأ حلقتنا حابة أشارك معاكم مساحة هادية شوية. كتاب خلف ضجيج العالم. الكتاب ده مش علشان يصلحك، لكن علشان يساعدك تفهم نفسك من غير قسوة ومن غير استعجال. لو حاسس إنك تعبت من النصايح الجاهزة ومن فكرة إنك لازم تبقى أقوى طول الوقت، فالكتاب ده معمول علشانك. رابط الكتاب هتلاقوه في الوصف بتاع الحلقة. ويلا بينا نبدأ موضوع حلقتنا. عارفين أكتر جملة بتلخبطنا؟ جملة أصل اتربى كده، أصل هو شاف أيام صعبة. ما هو متعقد من اللي حصل له زمان، وكأن الوجع اللي حصل له بقى رخصة مفتوحة يجرح ويكسر ويأذي ويمشي. النهاردة خلينا نتفق على حاجة واحدة بس قبل ما نكمل، إن مش كل اللي اتألموا بقوا مؤذيين، بس كل مؤذي اختار الأذى. احنا اتعلمنا نكون متعاطفين، بس محدش علمنا نفرق بين إننا نفهم الشخص وبين إننا نبرر أذاه. أفهم إنك اتوجعت، بس مش من حقي أستحمل وجعك ولا أدفع ثمنه من نفسي ولا أعيش مكسورة عشان ماضيك. في فرق كبير بين شخص اتأذى وبيحاول ما يكررش الألم، وبين شخص اتأذى وقرر يوزعه. في نوع من الأذى مش بيطلع فجأة ولا بيكون انفجار لحظة ضعف، لكن ده أذى متخطط ومحسوب ومتكرر. شخص عارف امتى يقول الكلمة اللي توجع، وعارف امتى يسحب نفسه عشان يعبر، وعارف امتى يقلب عليك الطاولة ويطلعك انت الغلطان وهو المظلوم. ده مش شخص غلبان، ده شخص واعي بأدواته وعارف تأثيره وبيستخدمه. المؤذي الشاطر نادر مما يبان مؤذي، غالبا بيبان حساس ومكسور وملوش حل، والدنيا دايما قاسية عليه، وانت بدافع الطيبة تدخل تنقذ وتستحمل وتسكت وتقول يمكن لو حبيته أكتر يتغير. بس الحقيقة هو مش مستني يتغير، هو مستنيك تكمل وتسكت. هل الظروف بتصنع مؤذي؟ الظروف بتوجع بس ما بتجبرش حد يبقى ظالم. في ناس اتكسرت واختارت تكون أحن، وفي ناس اتكسرت واختارت تكون أقسى. الأذى اختيار مش قدر، واللي يقرر الأذى ويعتذر ويرجع يعمله ويرجع يكمله ده مش تايه، ده مستريح في الدور. ليه بنصعبها على نفسنا؟ لأننا بنخاف نقول ده شخص مؤذي، بنحسها كلمة تقيلة وقاسية ونهائية، فنلطفها ونقول طيب بس هو طيب بس مش وحش، هو عنده مشاكل، هو محتاج علاج. بس في نقطة لازم نقف عندها، مشكلة الشخص مش مسؤوليتك، خصوصا لما تبقى بتدمرك. أخطر أنواع الأذى مش الصريخ ولا الضرب ولا الإهانة الواضحة. أختاروا الأذى الهادي اللي يخليك تشك في نفسك وفي إحساسك وفي ذاكرتك وفي قيمتك. ولما تلاقي نفسك بتبرر وتعتذر وتحاول تراضي وانت مش فاهم ذنبك ايه. مش كل شخص في حياتك جاي يتعلم، بعضهم جاي يستنزف. مش كل علاقة تستحق الفرصة العشرة، وفي لحظة ما الاستمرار بيبقى مشاركة غير مباشرة في الأذى. الاعتراف ان اللي قدامك مؤذي مش ضعف، ده شجاعة. والانسحاب مش هروب، ده إنقاذ. بس مش مطلوب منك تصلح حد ولا تعالج جروحه ولا تدفع فاتورة اختياراته. وفي النهاية خليني أقولها بهدوء، اللي بيأذيك وهو عارف ومكمل ومش بيعتذر اعتذار حقيقي ولا بيغير سلوك، ده مش ضحية الظروف، ده شخص مؤذي مع سبب الإصرار. وانت مش مطالب تكون الضحية الجديدة في حكايتك.